ايه؟ عظم الكلاب. هقول لك بقى ازاي. الراجل اللي بره اللي عليه في الشارع ده اهو مسكت حلة اللحمة وفضلت تاكل فيها، وفي النهاية عرفت إنها لحمة كلاب. ده موقف واحد من مواقف كتيرة حصلت مع البلوجر هند زوجة البلوجر أحمد. فإيه حكاية عائلة أحمد وهند؟ وليه هند أكلت لحمة كلاب؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. عيلة أحمد وهند، العيلة اللي فيه كلام كبير جدا عليهم الفترة دي. الكلام ده كله بسبب المحتوى اللي بتقدمه هند وجوزها أحمد. هند وأحمد فيديوهاتهم غريبة جدا، أغلب الفيديوهات بتاعتهم متصورة على الترعة في الغيط ووسط البهايم والأرض. بتصور هند وجوزها الفيديوهات بتاعتهم، لكن مش ده المهم. الأهم هي المواقف اللي بتعملها هند وجوزها وأفراد أسرتهم. فهند على سبيل المثال في مرة من المرات مسكت حلة لحمة كاملة وفضلت تاكل فيها لحد ما في الآخر خالص عرفت إن اللحمة اللي كانت بتاكلها دي لحمة كلاب. أيوة، لحمة كلاب. وده اللي أكدته سلفتها في الفيديو. سلفتها دخلت عليها وهي بتاكل وقالت لها إن الراجل اللي بيجيبوا منه لحمة في أول الشارع اتضح إنه بيبيع لحمة كلاب، وإن كل اللحمة اللي أكلوها الفترة اللي فاتت دي كانت لحمة كلاب. الموقف التاني المهم لعيلة أحمد وهند هي إن هند لما بتيجي تطبخ الكرنب مش بتعمل واحدة ولا اتنين، لا هند بتعمل بالخمسة، وكله طبعا بفضل الأرض اللي زارعها أبوها وأخوها. الجماعة زارعين الأرض كرنب السنة دي وجايبة محصول كبير، فالجماعة بقى إيديهم بتفرط شوية في العمايل. عيلة أحمد وهند عيلة ظريفة جدا وبتحب الضحك، وكل فيديوهاتهم ومحتواها ده غرضهم منه هو إسعاد جمهورهم كله. بيحبوا يبسطوا الجمهور بأي حاجة بيعملوها، وهم عيلة بسيطة خالص من الريف المصري، الريف اللي فيه الحياة لسه ببساطتها خالص، فيه اهتمام الناس بالزراعة والأمور البسيطة. بس أحمد وهند بيحاولوا على قد ما يقدروا ينبسطوا ويبسطوا الناس بحياتهم دي، وعلشان كده زي ما قلنا أغلب فيديوهاتهم هي تمثيل وضحك. واحد من الفيديوهات دي اللي راحت فيه هند لوالدتها الست الكبيرة يوم الجمعة بعد السوق، ووقتها والدتها كانت فاكرة إنها رايحة لها بعد السوق وهتديها يعني من اللي جابته، بس هند قالت لها لا، السوق ده عشان عيالها، واشتكت لها غلاء الأسعار. واللي قصدته هند من الفيديو ده إنها تعرف جمهورها إن الأسعار بقت مرتفعة جدا جدا، ويدوب اللي داخل البيت على قد اللي في البيت، ومفيش أي فرصة للرفاهيات خالص. موقف تاني مهم لأسرة أحمد وهند اللي هو فيه هند هي وسلفتها كانوا بيوزعوا لحمة على المحتاجين في المنطقة، واللي على قد حاله ومحتاج. وكل فترة والتانية كده بتعمل أسرة أحمد وهند وجبات وبتوزع شنط كلها خير على الناس المحتاجة في المنطقة. وده واحد من المواقف الحلوة اللي بتعملها أسرة هند وأحمد. في النهاية دي وقبل ما نختم الفيديو حابة أعرف رأيكم في أسرة أحمد وهند. هل الأسرة دي عجبتكم حكايتها؟ وهل الفيديوهات اللي بيعملوها كويسة ولا في مشاكل عليها؟ وإيه رأيكم في موقف لحمة الكلاب اللي أكلتها هند؟